الادمان هو واحد الحاجه اللي كيعاودها الانسان هو عارف ديجا بلي راه كضر، يعني الحاجه كتكون عارفه ما مسلكاش وكديرها وما عارفش كيفاش دير باش تحبسها. واليوم غادي نحققوا في هذا الموضوع. انا جود بن شمسي ومرحبا بكم في قناه المحقق. الاشاره اللي فيه بزاف المعلومات اللي عندها علاقه بالصحه النفسيه وممكن تكون حساسه لبعض الناس. واش علاش غادي نخلي لكم لتحت في الديسكريبشن المصادر اللي اخذت منها هذه المعلومات. الادمان هو واحد الاضطراب عقلي ممكن تشوف منه بزاف ديال الاشكال: ادمان المخدرات، ادمان الشراب، ادمان القمر. لاس فيغاس مدينه في ولايه نيفادا في امريكان. لاس فيغاس هي اكثر مدينه في العالم مشهوره بالقمر، واللي مشى ليها 100% غادي يشوف هذه اللعبه في لي صال دي جو اللي كاينين تما. لعبه سميتها سلوت ماشين. لعبه كتميزي فيها مثلا 10 دراهم وتجار مدينته، وكيدوروا دوك الرموز، والا جاو مختلفين خسرتي، والا جاو بحال راك ربحتي 1000 درهم. اللعبه كتبان سهله وغبيه في نفس الوقت، ولكن الواقع هو ان بزاف ديال الناس مدمنين عليها في العالم، لدرجه كاينين الناس اللي سمحوا بخدمتهم وباعوا حوايجهم وتسلفوا باش يلعبوا هذه اللعبه الغبيه. هاد اللعبه اصلا صايبات وتسوقات باش الناس تدمن عليها. فعلم النفس تعاود نفس الحاجه باش تربح كيتسمى التعزيز الايجابي المتقطع، يعني الانسان كيعاود نفس الحاجه باش يزاد الاحتمال انه يربح. وملي يربح عقله كيفرز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعاده، ويبقى ديما كيلعب نفس اللعبه باش يوصل لديك اللحظه ديال السعاده ملي يربح. وعرفتي شنو البلان اللي كيشبه هاد اللعبه؟ السوشيال ميديا، وخصوصا فيديوهات القصار. You pull down and you refresh, it's going to be a new thing at the top. Pull down and refresh again, it's new. Every single time. So you don't know when you're going to get it, and you don't know if you're going to get something, which operates just like the slot machines in Vegas. قبل ما نكمل هذا الفيديو خاصني نقول لكم واحد القضيه. هذا الفيديو ما دايروش باش نقول لكم بعدوا من السوشيال ميديا او لا ديروا شي حاجه مفيده، لا، حيت حتى انا مدمن على السوشيال ميديا بحال كاع الناس تقريبا، حيت ضروري عندها واحد الدور ترفيهي. ولكن درت هذا الفيديو باش انا وياك نفهموا الامور كيفاش غاده، نفهموا التطبيقات كيفاش كتخدم وكيفاش كتاثر علينا حياتنا، ونكونوا فاهمين الامور كيفاش غاده وما نخليوش بنادم يتحكم فينا كيف ما بغا. So here's the thing. Social media is a drug. So, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube, companies like this, their business model is to keep people engaged on the screen. Let's figure out how to get as much of this person's attention as we possibly can. How much time can we get you to spend? How much of your life can we get you to give to us? باختصار يعني كل ما دوزتي وقت طويل في مواقع التواصل الاجتماعي كل ما هذه المنصات كتربح الماني. يعني مثلا على سبيل المثال اذا جلستي ساعه في انستغرام الشركه كتربح على دارك 100 درهم، مثلا جلستي ساعتين 200 درهم. والسؤال هو كيفاش هذه المنصات كتربح منك بالضبط؟ واش اللي غادي نقول لك دابا. When you think about how some of these companies work, it starts to make sense. There are all these services on the internet that we think of as free, but they're not free. They're paid for by advertisers. Why do advertisers pay those companies? They pay in exchange for showing their ads to us. We're the product. Our attention is the product being sold to advertisers. It's a little even trite to say now, but because we don't pay for the products that we use, advertisers pay for the products that we use. Advertisers are the customers. We're the thing being sold. The classic saying is, if you're not paying for the product, then you are the product. هنا ممكن الانسان يسول راسو فين المشكل؟ الا حنا مستمتعين بهذه المنصات ومنصات فابور والمعلنين هما اللي كيحطوا العاقل، اذا كلشي مستفد، فين المشكل؟ المشكل ان المبرمجين ديال هذه اللعبه كيستخدموا نفس التكنيك ديال اللعبه اللي هضرنا عليها ديال القمر في الاول، باش يخليو كاس في هذه المنصات طالع هابط بالسوايع ما فاهمش علاش وشنو كدير هنايا. ولا لاحظتوا شحال هذه كانوا والدينا ديما كيعاودوا نفس الجمله ديال بارك عليكم من هذاك الشيء، حظك المشطوب واش ندير في حياتي. وحاليا والدينا ولاو هما براسهم مدمنين، هما براسهم شادين التليفون. حيت ببساطه المنصات خدات البلاصه الراديو والتلفزيون والجورنال وكاع وسائل الترفيه اللي كانت دايره. غير هو الفرق ان ايام التلفازه حنا اللي كنا كنختاروا فاش نتفرجوا، اما هاد المنصات هي اللي كتفرض علينا فاش نتفرج. باعتماد هاد الخوارزميات اللي كتدر السلوك ديالنا وكتعرف شنو الحاجه اللي تخلينا ندمنوا على هاد المنصات وكتحطها لنا. And then there's this screen, and then on the opposite side of the screen, there's these thousands of engineers and supercomputers that have goals that are different than your goals. And so who's going to win in that game? Who's going to win? We are more profitable to a corporation if we're spending time staring at a screen, staring at an ad, than if we're spending that time living our life in a rich way.
And so we're seeing the results of that. We're seeing corporations using powerful artificial intelligence to outsmart us and figure out how to pull our attention toward the things they want us to look at rather than things that are most consistent with our goals and our values and our lives. ما نقدروش ننكروا ان التليفون وهذه المنصات زادت بزاف ديال الامور زوينه في حياتنا. مثلا ولا سهل اننا نتواصلوا مع العائله والحباب واخا يكونوا في اخر الدنيا، ولينا كنشوفوا الفن والابداع بسهوله وبكثره، ولينا مطلعين على بزاف ديال الثقافات، كنلقاو دروس تعليميه في اي مجال بغينا وفي فابور، والاخبار حتى هي كتوصل وبالزربه. ولكن هادشي ما كيمنعش نسولوا راسنا هاد التليفون كيفاش كيأثر على حياتنا، وشحال كياكل لنا من نهارنا، شحال كياكل لنا من الطاقه ديالنا، وكيفاش كيأثر على الصحه النفسيه ديالنا، واش حنا بصح مدمنين على هاد العجل. زعما انت تقدر تجلس 10 دقائق بلا ما تهز التليفون وتطلع عليه، تقدر تخرج تجلس مع صحابك في القهوه بلا ما تقلب في التليفون وتشوف شنو كاين في السوشيال ميديا، تقدر تدخل الطواليت اعزكم الله وما تدخلش معاك التليفون. When you look around you, it feels like the world is going crazy. You have to ask yourself, like, is this normal? Or have we all fallen under some kind of spell? وهنا كيجي السؤال ديال كيفاش نتخلصوا من ادمان وسائل التواصل الاجتماعي. الحل الاول هو انك تحدد الحدود الزمنيه، يعني انك دير واحد الوقت معين تطلب فيه على السوشيال ميديا وما ديباسيش، واللي صعيب انك تلتزم بهذه الحدود. الحل الثاني هو اعاده تنظيم الوقت ديالك، يعني انك تعاود تفرق الوقت اللي عندك في النهار ديالك على الانشطه اليوميه اللي كتمارس في النهار، وتحاول تدخل شي تويشيات اخرين تعمر بهم وقتك بحال مثلا القرايه او ممارسه الرياضه. الحل الثالث هو انك تعين واحد المده زمنيه من نهارك ما تقيسش فيها السوشيال ميديا، يعني مثلا دير مثلا من 2 حتى 6 ممنوع تقيس فيها السوشيال ميديا، ممنوع تدخل شي حاجه. الا قدرتي تفرض على راسك هذه القضيه ممكن انك تخلص من هذا الادمان ديال السوشيال ميديا. حاول تحيد التنبيهات الزايده اللي كتجيك او ما يسمى بالنوتيفيكاسيون، حاول ديزاكتيفيها. تركيز على العلاقات الحقيقيه، هي السي بني علاقات مع اصحابك، جلس مع اصحابك، خرج معاهم، حاول تبعد من السوشيال ميديا، يعني ملي غادي تتعرف على ناس واقعيه وحقيقيه اوتوماتيكون كتبعد من عالم افتراضي. ممارسه الوعي الذاتي، يعني تكون واعي شنو كدير، حاول تعرف ان التليفون راه هو اللي كيستغلك، يعني ملي كتمارس الوعي الذاتي كتعرف راسك شنو كدير، يعني بمعنى اخر ما تبقاش غير غادي وشاد التليفون وما عارفش راسك شنو كدير. اغلب المعلومات في هذا الفيديو خدتها من الفيلم ووثائق السوشيال ديليما. في هذا الفيلم غادي تشوفوا مهندسين واداريين سابقين، فيهم اللي اسسوا وسائل التواصل الاجتماعي وفيهم اللي خدموا في هذه المنصات. هاد الناس في الفيلم غادي يشرح لكم بالضبط كيفاش وسائل التواصل الاجتماعي خرجت على السيطره وكيفاش ولات كتاثر على مجتمعاتنا. وإلا نتوما عندكم شي حلول ما ذكرتهاش ما كرهش انكم تخليهم لنا في الكومونتير. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كان معكم جواد بن شمسي، قناه المحقق. تحياتي.